السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الأولى ضمن سلسلة مفاهيم مالية اللي غنتكلموا فيها على قاعدة الأصول والخصوم. نبداو الحلقة ديالنا بالمقولة ديال المستثمر الأمريكي روبرت كيوزاكي في الكتاب ديالو لا أب الغني ولا أب الفقير، كيقول فيها You must know the difference between an asset and a liability and buy assets if you want to be rich. This is all you need to know. كتعني بالدارجة مغربية إلا بغيتي دير لاباس خاصك تعرف الفرق ما بين الأصل والخصم. صافي هادشي اللي خاصك تعرف. واخا سيدي، شنو هما هاد الأصول والخصوم وكيفاش غنديروا لاباس إلا فهمنا الفرق بيناتهم؟ ودابا طلاق معايا ودنيك وسمعني. الأصول هي أي حاجة كتحط أو كتزيد ليك فلوس في جيبك، بحال شي أرض اللي مع الوقت كتزيد القيمة ديالها، يعني غتستافد منها. وكذلك مثال بالنسبة للذهب ولا شي مشروع كيدخل لك فلوس في الاخر الشهر. والخصوم هي اي حاجه كتاخذ لك فلوسك من جيبك، بحال الكريديات، الطوموبيل كتخلص عليها ليسانس، كتخلص عليها الضرائب واللي فاكتور وهذا والضرائب. ودابا من بعد ما فهمتوا شنو هما الاصول والخصوم غتعرفوا انه الطريق الوحيد باش تولي حياتكم الماليه اكثر استقرارا وامانا وازدهارا هي انكم تكثروا من الاصول وتقللوا من الخصوم بطبيعه الحال. بالعربيه تعرفت ماشي فاش ناخذ الصالير الاول ديالي نمشي ناخذ كريدي ديال الدار والطوموبيل باش نبان من برا لاباس عليا، حين انني من الداخل غار كريديات. لا بالعكس، حاول تستثمر فلوسك ولا جمع باش تشري الاصول بحال الاراضي. وراه قالوا اجدادنا بكري اللي تلف يشري الارض. يا صديقي تكونش مقول بخدم معايا عقلك. السلام عليكم.